أبي الكريم أخي الفاضل أعدني قلبك وسمعك. فنحن مع وصايا عشر في حسن العشرة. حسن العشرة قرأ قارئنا قال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول على مين؟ سيدنا رسول الله وصلى عليه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. حسن عشره. فبما رحمه الله لنت لهم. لنت لهم ليه؟ حسن العشره خلق مطلوب يا جماعه مع كل مفردات الكون. وقال سيدنا الله يبارك فيه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله. ايات كلها مليانه باخلاقيات سيدنا رسول الله لان سيدنا هو القدوه بتاعتنا. وموضوعنا النهارده حسن العشره الوصايا في حسن العشره. طيب السؤال يا جماعه الخير مطلوب مني حسن العشره مع مين؟ مع من؟ واحد الله قل لا اله الا الله. مع من؟ احسن العشره. واحسن العشره مع الوالدين. يا اخي الكريم ده انت تلاقي حاجه عجيبه جدا في القران الكريم. عندك ايه في سوره المعارج وعندك ايه في اخر سوره مين؟ عبس وتولى. بتاعت عبس وتولى يقول لك ايه؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. حلم ده في الفرار خوف من التبعات بيهرب من الابعد فالاقرب. الاخ بعد كده ابوه وامه وبعدين اخر حاجه بيهرب منها يوم القيامه من المساءله العيال وامه. العيال وامه. لكن لما جه عند العذاب وانه هيتعذب تعالى بقى لا يجرؤ ان يذكر الام والاب في الكلام. سوره المعارج يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بمين؟ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي ومن في الارض جميعا ثم حلو جاب سيره الاب والام لا يمكن ولا يجرؤ في انه يفتدي يعني يحط ابوه وامه في العذاب مكانه اليمن. لا يجرؤ. ليه؟ لان عارف ان ربنا عز وجل هيعاقبه على مجرد ان هو يذكر ابوه وامه في العذاب. لكن لما يجي يهرب عادي مش مشكله. بيميز خير الحقوق يوم يفر المرء من اخيه وامه وابدا فراق خير من تبعه. لكن لما جه في سوره المعارج في عذاب وهو هيدخل حد مكانه النار عاوز حد يفتن النار ذكر العين والمراه وذكر الفصيل وذكر الناس ولم يجرؤ ان يذكر الاب والام. ليه؟ لان ربنا لم يسمح له ان يعق الاب والام وان يذكر الاب والام في العذاب. لن يذكر يقول ايه؟ طب خد ابويا مكاني في العذاب، طب خد امي مكاني في العذاب. لا ما يدركش. ليه؟ لانه عارف تماما ان ربنا لن يسمح بالعقوق حتى ولو بالكلام. حتى ولو بالكلام. نقول ايه؟ طب خد ابويا مكاني. وحيد الله لا ده حسن عشره. ده احنا ناخد بالنا من مين؟ ناخد بالنا من الوالدين. يقرا كده سوره النساء عندك سوره الاسراء عندك سوره لقمان. كل سوره يا جماعه بتتكلم عن بر الوالدين. حته فيها حته بر الوالدين. ما قرر الله عز وجل او ما ذكر الله عز وجل الوالدين الوصيه في الوالدين الا معها التوحيد. الا ومعها مين؟ التوحيد. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. الله واحد وبالوالدين احسانا. طب يلا سوره الاسراء كده وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. طب يلا سوره لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه. يعني ايه؟ بر الوالدين في القرب بعد التوحيد على طول. وصيه في التوحيد وبعدها بر الايه؟ حسن العشره. ابوك ده
زي ما بقول لك كده نعلم على عروسهم، الآباء والأمهات نعلم على رؤوسهم، على رؤوسنا من فوق. أول واحد تحسن عشرة مع أبوك وأمك قبل الزوجة وقبل العيال وقبل كل حاجة، تشيله على دماغك من فوق وتشيل أمك على دماغك من فوق، وتبقى هي كبيرة البيت وأبوك يبقى كبير البيت. ما تسويش أبوك في جنب ولا تسوي أمك في جنب، وهم كبار البيت، هم كبار البيت على العين والرأس، على العين والرأس. سبحان الله، قال له من أحق الناس بفضل صحابته؟ قال له أمك، ما قالوش مراتك ولا عيالك، قال له أمك. قال له ثم من؟ قال له أمك. قال له ثم من؟ قال له أمك. قال له ثم من؟ قال له أبوك. بعد كده بقى اتكلم عن مين؟ عن مراتك وعيالك. مش معنى الأم يا جماعة؟ ليه دايما كنت أعلم طلبة العلم إن الأم هي المخلوقة الوحيدة اللي ما بتعرفش تاخد حقها. الأم المخلوقة الوحيدة اللي ما بتعرفش تاخد حقها. الأب بياخد حقه، لو قلت له روح هنعمل كذا تقول له لا، طيب عقوبة. الأب بيعرف ياخد حقه، أما الأم تسقط وتعيد في قلبها، عمرها ما خدت حقها أبدا، ما تعرفش. علشان كده ربنا وصى بها كم مرة؟ النبي وصى بها 3 مرات. 3 مرات ليه؟ لأنها ما بتعرفش تاخد حقها، تتعب وترقد وتعمل كل حاجة، ومهما عملت فيها حمول أكيد هعمل في إيه؟ أما الأب دايما بياخد منه، يعرف ياخد حقه. أمنا قال لك أمك 3، قال له إيه؟ قال له أبوك. واحد راح يستأذن النبي في الجهاد، قال له أنت ليك ولي؟ قال له قال ففيهما فجاهد، جاهد في والديه اخدمهم. سبحان الله. قال له ألك حديث ثاني، قال له ألك قال له قال له إلزم قدمها فثم الجنة. يبقى دايما تقول حسن عشرة، واحد مع الأم والأب الوالدين، 2 مع الزوجة ما هيش أمك ولا عبد عندك، ما هيش أم ولا عبد، لا ده إنسان لا حق، جاي من بيت محترم، جاي من عند الأم ومن عند الأب، جاية من عين. انت فاكرها عبد عندك ولا ايه؟ مين قال لك ان مراتك عبد عندك؟ لا، ما هيش عبد، لها حقوقها وبنت ناس، لها وعليها ايه؟ وعليها ما عليها، لا تتقي الله فيها. قال ربنا سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تنكح المرأة ب4: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا كده اختار انسان واحترمها وادينا حقوقها وواجباتها. الحبشه لما جم في المسجد سيدنا رسول الله، بيلعبوا كروات، ودايما كان الجمله اللي كانوا بيقولوها في الجامع ابا القاسم ترجمتها كده، يعني كانوا يلعبون بالعصي في المسجد وكانت كلمتهم ابا القاسم اللي هو مين؟ سيدنا رسول الله. فسيدنا رسول الله نظر لعائشه فشاف لي حاجه تبص على الكلام ده، عاوز تبص على ده، فلا تعالى. قال فوضعت خدي على خد رسول الله، عايز اقول اهو خدي على خد رسول الله واتفضل. وفضل سيدنا النبي الصابر على الحاجه مش شبع فرن بالعمل بالعصي ويقولون ابا القاسم ما تركها رسول الله وما حاجه معنا حتى شبعت. قال اتفرج النهارده ما تقفلش على ابنك في كل حاجه، اديله فرصه، ما تقفلش على مراتك في كل حاجه. نعم المعاصي والكلام لا، لكن ما تقفلش قوي. اريح القلوب كما قال سيدنا علي، فان للقلب مله والقلب اذا اكره عمي. واحده سيبها تضحك شويه يا عم، سيبها تقول حاجه يا عم، سيبها تضحك، فك عنها شويه طالما في الحلال. ولذلك سيدنا رسول الله كان في معركه من المعارك وبعدين الجيش سابق كده، قال لها عائشه تسابقي تسابقيني. كانت السيده عائشه خفيفه في الاول، فكانت سابقه النبي فسابقته، فشالت اللحم شويه طولت شويه، وسيدنا رسول الله في المعركه قال لها عائشه يلا مسابقي. قالت له اسابق. قال لها يلا يا سيدي مسابق. 1 2 وجروا، فسبقها رسول الله فقال يا عائشه هذه بتلك. واحده وصل واحده يا عائشه هذه بتلك. فمراتك دي مش عادله عندك ولا رقيق عندك،
ده إنسانا بني آدم له حقوق وواجبات، وربنا وصى بها من فوق 7 سماوات، وجعل الزواج منها آية. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. زي ما بنوصي الزوج على الزوجة، برضه من الوصايا في حسن العشرة أن أوصي الزوج على الزوج. فتوحد الله والصلاة على الحبيب. ما أنا كمان بوصي الزوج على مين؟ الزوج على الزوج. سيدنا رسول الله في خطبة العيد قال للنساء: تصدقنا فإني رأيتكن حطب النار أو أكثر أهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قامت امرأة سفعاء خدين. قال: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكفرن العشير، يعني لو تعطينا أزواجكن حقوقهم، لأنكن تكفرن العشير. أنتم بعدين قال: تصدقنا، فضل إيه؟ خطنا فتصدقنا لوجه الله سبحانه وتعالى. وقال: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله سجود تحية مش سجود عبادة. سجود تحية مش سجود عبادة. يعني إيه؟ إحناء. لا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لعظم حقه عليها. يا نعيش مع الوالدين، أبويا وأمي فوق الراس. طيب اللي زوجتي بنت ناس مش جاي من الشارع، أحسن إليه وأتقي الله فيه. كجوزي برضه ابن ناس، أحسن إليه وأتقي الله فيه. هو طريقي إلى الجنة، هو طريقي إلى الجنة. طب الأولاد تحسن وتتقي الله في الأولاد. واحد الآن تتقي الله في عيالك وتعامل أولادك بما الله سبحانه وتعالى. فكان سيدنا النبي بيخطب في يوم من الأيام، فجاء الحسن أو الحسين ولد بنته ويتعثران في المصلين، يعني بيكعبلوا في المصلين. فنزل الرسول على المنبر وحمل الحسن أو الحسين وقال: هذا ابني، يعني هو ده شكل الحسن أو الحسن الحسين. وكان يصلي فجاءت أمامة بنت زينب بنت رسول الله، حفيدة أمامة، فجاءت طفلة صغيرة بيصلي فشالها. صلى بالناس وشيء أمامة بنت العاص بن الربيع، شالها بنت بنته وأخذ يصلي. فإذا ما ركع تركها، وإذا ما قام رفعها، وإذا ما سجد. وقال: ترتحل سيدنا رسول الله، يعني تركب على ظهره عادي كما كان يفعل الحسن والحسين، كما كان يفعل الحسن والحسين. واحد اسمه الأقرع بن حابس يقول: أنا لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم. قال الحبيب النبي: وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. بتبص عينك ازاي؟ وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. وفي رواية: من لا يرحم لا إيه؟ من لا يرحم لا يرحم. الأطفال الصغار، واحدة اسمها أم خالد، طفلة صغيرة اسمها أم خالد، لابسة فستان حلو كده وجاية مع أبوها في المسجد النبوي. فقال النبي: سنة، يعني إيه؟ بلغة الحبشة يعني حسن والحسن، يعني إيه الحلاوة دي؟ يقول لها: إيه الحلاوة دي؟ إيه اللبس الحلو ده؟ سنة، يعني حسن والحسن. فأخذت تلعب في خاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى عليه. أم خالد طفلة صغيرة ليه؟ قاعد بقى تلعب في خاتم النبوة في كتف سيدنا رسول الله، فمنعها أبوها. فقال الحبيب النبي: دعها، سيبها تلعب. يعني النبي ادالها مساحة حتى وصلت لخاتم مين؟ لخاتم النبوة تلعب فيه، وهي مش بنته. فقال: دعها. فقال لها النبي: دعها 3 مرات. فقال: يا أم خالد البسي فأخلقي، يعني دعا لها بطول العمر 3 مرات. فكانت من أطول نساء المسلمين عمرا. النبي تعالى ان ربنا يبارك في عمرها، تعالى 3 مرات. لا، البسي واخلقي، يعني البسي ودوبي الهدوم، البسي ودوبي الهدوم. يعني انت كده عن طول العمر بيدعي لها بالبركه في العمر. وهكذا يعامل سيدنا. وكان يمر عليه ما يقول: السلام عليكم يا صبيان. الشباب الصغير اللي هو السنه اللي بتقول ايه؟ ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه يا شباب؟ فكان النبي يمر يقول ايه؟ السلام عليكم يا صبيان. يعني السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ اطفال ايه؟ الاطفال الصغيره.
وصلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. حسن العشره، فبما رحمه من الله ايه؟ فبما رحمه من الله انت له حتى مع الخدم يا اخي الكريم، حتى مع الخدم. قال انس بن مالك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما قال لي بشيء فعلته لما فعلته، ولا بشيء تركته لما تركته قط. سبحان الله. لم يكن سيدنا الرسول يضرب احدا قط مع خلق، عمره ما ضرب حد، ما ضرب طفل ولا ضرب امراه، الا ان يجاهد في سبيل الله. عمره ما مد ولا على عين ولا على ست، الا وما غضب الا ان تمتهن حرمه من حرمات الله، وما ضرب احدا الا في معركه في سبيل الله. عمره ما مس حد ولا ضرب حد، لا طفل ولا امراه ولا غيره ولا ضعيف. مره بواحد اسمه صحابي اسمه ابو مسعود، فابو مسعود ده ماسك العبد بتاعه بيضرب فيه، فقال الحبيب من اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود. فبص سيدنا ابو مسعود في فرق بين الصحابي ابو مسعود وسيدنا عبد الله بن مسعود. ابو مسعود صحابي توفي سنه 58، اما سيدنا عبد الله بن مسعود توفي سنه 32 هجريه. تاني عبد الله بن مسعود حاجه وابو مسعود حاجه. ابو مسعود الصحابي مات سنه 58، اما سيدنا عبد الله بن مسعود مات سنه 32، وهو اول من جهر بالقران واسلم بسبب معجزه، وهو من قتل ابو جهل، من قتل ابا جهل. دي حاجه. عبد الله بن مسعود حاجه وابو مسعود مين؟ وابو مسعود. فابو مسعود ده بيضرب العبد بتاعه، قال له اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اذا استنى عندك. قال له ما كانش في بال الله وراه. قال له اعلم ان الله اقدر عليك اكثر من قدرتك عليه. ما تضربوش، ما تعذبش عنه، ما تعذبش خالص، واعرف ان ربنا اقدر عليك اكثر من قدرتك على العبد ده. لا تضربه ولا تعذبه. وكان سيدي رسول الله حسن العشره مع المرضى والضعفاء. صلى عليه. كان عنده حسن العشره، يروح يزور سيدنا عبد الله بن عباده الانصار، اللي هو مين؟ سيدنا عباده بن الصامت، يروح يزوره سبحان الله فيجده مريضا. قال الراوي فبكى رسول الله وابكى من حوله. يعني لما بص كده على احد الصحابه عيان تعبان راح يزوره، فقعد يعيط على الصحابه، والناس بكوا من حوله. قال انه ايه؟ رق للنظر الصحابيه، بل زار غلاما يهوديا، عرف ان هو مريض فقال رايح يزوره. مالوش دعوه بحته بقى انت انا مسلم ولا مسيحي، مالوش دعوه. هو لما قال انا راح ازوره خلاص. فبما رحمه من الله ايه؟ الابتلاء، فراح فصوب عليه الواد دوت يختم بكده، فقال له يا غلام قل لا اله الا الله، يا غلام قل لا اله الا الله. فالواد يبص له كده، قال له يا غلام قل لا اله الا الله. فابوه قال له ايه؟ قاطع ابا القاسم. اسمع كده، وابوه ايه؟ يهودي. قال له قاطع ابا القاسم، اسمع كده. فقال وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. يعني ايه اخلاق؟ سيدنا النبي كان حاجه لسه ماشي على الارض، كان عنده حسن عشره. انا بقول الكلام ده يا جماعه عشان نطبق منهج سيدنا رسول في حياتنا، مع ابويا، مع عمي، مع مراتي، مع عيالي، مع الضعفاء، مع المرضى، مع الكبار. اطبق المبدا ده في حياتي. لكن النهارده تبقى واقف في اتوبيس، هو واقف في قطر، تلتقى راجل عجمان كبير في السن واقف، وتلتقى الشاب يطب عرض ضيق تراي ومش عاوز يقعد الست دي. فين الرجوله بتاعتك راحت فين؟ مش عاوز يقعد الراجل المريض ده، يبقى راجل واقف كده في القطر، هو واقف في الاتوبيس وباخد قاعد على الكرسي، باخد قاعد على الكرسي ومش عاوز يقول للراجل ده، ولا عاوز يقول للست دي. يا راجل عد راجل كده، هو ده حسن عشره ولا حسن ادب مع الكبار في السن؟ فين يا جماعه؟ فين وصولنا؟ فين ان احنا نكبر الكبير ونطحن المرضى؟ ده في ذلك لذكر لمن كان له قلب وبلغ السمع وهو شهيد في العمر. الحمد لله رب العالمين وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا جماعه الخير، خطبه النهارده كن جميلا، خليك حلو، خليك حسن عشره، ما تزعلش ناس منك، ارفض بخلق الله، ابدا بابوك وامك. هو واحد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال له يا رسول الله ان لي ابا واما واخا واختا وعما وعمه وخالا وخاله، ابدا بمن؟
لما اجي انا امر ابدا بمن؟ قال ابدا بمن تعول. شوف اللي تحت ايدك الاول عيال، وبعد كده ابوك وامك، وبعد كده اخوك واختك، بعد كده بقى عمك وعمتك وخالك وخالتك. خلاص يا جماعه؟ يبقى تكون حسن، تنشر مبدا ده في الحياه، ما تعملش الا الخير، لا تتعامل مع خلق الله الا باخلاق سيدنا رسول الله، وكن حسن العشره مع الاب والام، حسن العشره مع الزوج بين الزوجين، مع الاطفال، مع الضعفاء، مع الغلابه، مع المساكين، مع المرضى. زي ده مبدا من لا يرحم لا يرحم. ففي ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد.